السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب. اليوم بحول الله نقدم معكم حوتة في الفران، حوتة معمرة كتجي مزيونه. مهم على طريقتي يعني راه كلشي كيعرف يعمل الحوت معمر، وكل واحد كيتفنن، كل واحد كيعمل الطريقه ديالو. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقتي. صراحه الله عندي بزاف د الطرق، مي غنشارك معكم الطريقه اللي ساهله كتجيني. خليكم معايا ندوزو نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير عندي هنايا غنحتاج هاد الحوته بهذا الحجم هذا. بالنسبه للحجم د الحوت راه كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق وعلى حسب اي نوع كتبغيو تعملوا. ماشي بالضروره انكم تعملوا نفس الحوت او لا نفس الكميه او لا، كما كنقول دائما في الفيديوز ديالي الكميه على حسب الرغبه. هنايا غنحتاج هاد الحوته هذه، انا فتحتها من الطهر باش غنعمرها، غسلتها مزيان. غندوزو نشوفوا هنايا المكونات اللي غنحتاجو. اول حاجه عندي هنايا زيت الزيتون، عندي صوص الشوجه، عندي صوص د الحوت، خاص د الحوت هذا، عندي الملح، الكيمون، الخرقوم، شي حاجه د الابزار، ما نعملش الكميه كامله يعني نعملو عندنا ميزاننا، شي حاجه د الهريسه، شي حاجه د السوداني. عندي هنايا الحامض، ديك اللب د الحامض، القلب د الحامض من داخل فتيوته. عندي هنايا الثومه محكوكه. عندي هنايا شي حاجه د التوابل د الحوت، هذه توابل د الحوت كتباع هايده راه يعني كلشي كيعرفها. عندي هنايا الليمون معصر، هاد الكميه واحد المعلقه حتى 2 المعالق. عندي هنايا القزبر بوحدو، انا كنعمل غير القزبر بوحدو. هاد المكونات هادو كاملين هما باش نشرملوا الحوته، غنشرمل بهم ديك الحوته. خليكم معايا. نجيبو هنايا جبانه باش نخلطوا هاد العناصر هذه كامله. نجيبو معلقه غنضيفو الربيع، نضيفو الثومه، الحامض معصر، التوابل د الحوت، فتيوته السوداني، الهريسه، الابزار، الخرقوم، الكيمون، الملح. وهنايا غنعمل داك الصوص د الحوت، من 2 معالق. غنجيب الصوص د الصوجه، عملت معلقه عامره. نجيب زيت الزيتون، طالعه واحد النسيمه مزيونه هاد التشرميله، هزاها. زولوا هادو على جنب. ندوزو باش نجيبو الحوته نشرملوها. نشفوها مزيان.
نجيبو باش نشرملوها هنايا. انا غنجيب واحد الموسو غنعمل فيها واحد التكيكات باش كتدخل لها التشرميله في تيوته. من بعد غنجيب التشرميله غنعمل لها من داخل وغنخليها تشرب ديك التشرميله بيدما عملت العماره اللي غنعمر بها. دابا هي غنشرملها ونخليها تشرب هاد التشرميله مزيان بحال هيدا. خليوها هيدا على جنب. بعد ما شرملتها غنخليها تشرب مزيان ديك التشرميله ديالها وغندوزو باش نعدلو ديك التشرميله اللي بقات لي، ديك التوابل اللي بقاو لي هنايا هما باش نعمل العماره. خليكم معايا. هنايا عندي الشعريه الصينيه بعد ما عملتها في الماء. ما نعملش الكميه كامله حيت باقي لي هنايا الخضر اللي غنزيدها. عندي هنايا الزيتون وشي حاجه الفلفله حمراء مشويه وفلفله خضراء مشويه شويتهم ومن بعد قطعتهم وشي حاجه الزيتون خضر يعني باش ما كتجيناش هاد لافاخس هادي ما كتجيناش عامره عيب شعريه. وهنايا عندي الكامبا وعندي الكالامار هادو غوزتهم شي حاجه في الماء سخونين وقطعت الكالامار هيدا عفوا قطعت الكالامار هيدا طريفات غنزيدو كما قلت باش ما كتجيناش لافاخس عامره عيب شعريه. نخلط هاد العناصر كامله كتجي مزيونه هاد لافاخس هادي. وهنايا من بعد ما تشربت فيها كاع ديك العطريه نجيبو ديك الحوته ونعمروها باش نحشيوها في الفران. هنايا عملت الكالامار عمرته هذا اللي عرف قوه مع الدريساج د الحوته. عملت هنايا فهاد الكالامار عمرته بالروز سلقته نص سلقه وعملت فيه التوابل والربيع وشي حاجه د الكامبا فيه عمرت به هذا الكالامار. وهنايا عملت اذا كتشوفوا معايا عملت طوماطيش سوريز هادي غنخليه يطيبوا فوق منا يطيبوا حتى كطيب مره. من بعد كنزولوا هذا الكالامار اللي عمر وهذا هو اللي كنستعملوه كصوص اللي غنسقيو به الحوته ونرافقوه مع ديك الحوته. خليكم معايا. هنايا من بعد ما عملت على البوطه غنضيف شي حاجه زيت زيتون باش كتسمكه لنا ديك لاصوص
نزلت ليه داك الكالامار اللي معمر. هنايا الفتيوته بالملح، وغنزيدو شي حاجه ديال التوابل، غنزيد لها شي حاجه د السودانيه وشي حاجه د الابزار، الخرقوم شويه شويه، وغنخليها حتى كتشحر مزيان، وكنمرقها شويه د الماء، وكنخليها حتى هكا يطيب معنا هاد العناصر كامله. هنا من بعد ما طاب لي ديك الكالامار غنزولو. هنا جبت كاسويله من بعد ما صفيت داك لاصوص اللي طابت لي فيها ديك الكالامار، غنكبو هنايا، ومن بعد غنزيد عليه عندي هنايا الكامبا والكالامار، غنكبهم على ديك لاصوص، وغنزيد عندي الزيتون الخضر، وغنخلي هاد العناصر مزيان تشحر حتى كتعقد، وغندوزو باش نذوقوا ديك نبريزيو ديك الحوت. هنا من بعد ما كملت بالتزيين جات على هذا الشكل هذا. كما قلت زوقته هنايا برنجال معدل بالتشرميله، وهنايا الفليفلات، وبهاد لاصوص اللي عدلت له جات على هذا الشكل هذا، وجات رائعه نسيمه. المهم انا بغيت نشارك معكم هي الطريقه ديالي، كنتمنىها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك وبالبارطاج وشاركوا الفيديو، وشكرا بزاف وبسلام عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.